بص العمود عامل ازاي؟ ايه ده؟ طب والرطوبه دي بقى السباكه اللي فوق دي اتعالجت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم مع قناه اسال مهندس. الحقيقه القناه دي انا كنت عاملها على اساس ان يبقى فيه سؤال من حضراتكم وهيقولوا زميل عندنا في المكتب بالنيابه عنكم، واحنا نجاوب عليه بكل شيء موجود عندنا من فيديوهات وصور والكلام اللي احنا هنقوله. الحاجه اللي عايز اوصلها لكم ان الصوره اللي احنا شفناها في اللقطه الاولى دي حاله خطيره جدا. خلي بالكم الحلقه دي دققوا في كل حته وكل تفصيله انا دخلت فيها، او حد يطلع من الحلقه عشان تشوفوا. ينفع ان حضراتكم تقعدوا في مكان وده برج 11 دور تقعدوا في شقه فيه بالمنظر ده كده؟ تعالوا معايا نشوف تفاصيل الحلقه دي ايه. معلش انا لا خد راحتك. احنا مش عايزين نحات. انت جبت نحات؟ لا انت مش عايز. عم روح يا عم اتكل على الله. نحت ايه؟ ده انا خايف امد ايدي على اي حاجه تاني. نحت ايه؟ دي العمدان منفجره. سايبينه كده ازاي؟ يا اهلا بيك. اهلا وسهلا. وضع صعب قوي. انتوا ازاي صابرين على الموضوع ده كده؟ انا عايز اتخانق. ما انت لسه ما عرفتش حاجه. طب يعني انت شيل دي طيب، حتى لو هي هتباع خرده ما تسيبش دي تقع عليها طيب. ما هي خلاص بقى، يعني هي كده يعني دي لا، ما هي هتقع على دي طيب. لا مش مهم شيلها لان حرام، دي هتقع خلاص. لا انت ايه ده؟ بص جوه انت في هنا صنداره ممكن تشيلي فيها الحاجه. ده صعب قوي. انت عارف قوي يعني 18 فعلا. 18 على الاملس. ده بقى القديم اللفف ده زمان دي. لا مش لفف، هو الكبير او مش بيبقى لفف، اللفف الصغير. يعني انا بقول على الحديد ده كده. خليك انت بعيد عشان ما تطلعش في الكاميرا، يعني عشان تبقى معلومات. انا بقول على الحديد ده كده اهو، قشر بالايد اهو. ده كده حديد اتحرق ملوش اي 30 لازمه خالص. معلش انا لا خد راحتك. احنا مش عايزين نحات. انت جبت نحات؟ لا انت مش عايز. عم روح يا عم اتكل على الله. نحت ايه؟ ده انا خايف امد ايدي على اي حاجه تاني. نحت ايه؟ دي العمدان منفجره. بص العمود عامل ازاي؟ ايه ده؟ طب والرطوبه دي بقى السباكه اللي فوق دي اتعالجت؟ انا بشوف هو ده فلات سلاب طبعا. بس ده طبعا هيتحول لسوليد سلاب. ليه؟ عشان ده برج. العمدان هنا طبعا كلها هتدعم بالكامل. هيتحول قمر يعني؟ هيتحول لقمر، يعني القمر مش هيبقى احجام كبيره ومش هتضر اللي شغال او مش هتضر يعني علشان خاطر ايه؟ مسافه عاليه طبيعي. مسافه عاليه مش ما انا قصدي كده. بس ده هي مش هتكلم. اسوأ حاله سقف شفته. تعالوا بقى كمان هقول لكم على حاجه غريبه، حاجه بقى فعلا هتضحككم انتوا مش هتضحكني انا. تخيلوا حته خرسانه كبيره فوق بضاعه مربوطه بسيخ حديد ومتعلقه، مش عايزين يطلعوا واحد بسلم علشان خاطر يروح فاكك او شايلها ويفضوا تحتيها ويقطعوه وينزلوه. حاجه خطيره جدا جدا. تعالوا شوفوها.
طبعا بقى دي حته خرسانه متعلقه زي ما انتم شايفينها اهيت على سيخ حديد. هو السيخ ده اهو هو اللي شايلها، ده مش مصدقين طبعا اهو. انا مش قادر اطلع اكتر من كده. طبعا بعد ما وريناكم التفاصيل الدقيقه للمعاينه دي، ارجو ان كنتوا تخلوا بالكم من بيوتكم وحاجتكم ودنيتكم، وخلي بالكم من اهاليكم. في ناس بتسافر بره وبتسيب امها او ابنها او زوجته واولاده تحت اسقف، وممكن تكون فيها مشاكل. حاجات دي خطيره. اي تشعيرات تلاقيها عندك في اي مكان، خطوط خفيفه في سقف، في كاميرا، في عمود، افتح عليها بالشويش وشوف الحديد. ارجو اللي عجبته الحلقه في قناه اسال مهندس هنا يتابعنا ويعمل لنا اشتراك ويفعل الجرس، والقاكم في حلقه جديده. اشكركم وربنا يستر علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلوه برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع.